أعادت وكالة الأنباء الفرنسية بوضع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في الحجر الصحي بعد مخالطتها طبيبا مصابا بالفيروس، وفقا لما نقلته قناة العربية في نبأ عاجل. وسجلت السلطات الألمانية 8 حالات وفاة و1948 إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة، وفقا لما ذكرته قناة روسيا اليوم الإخبارية الروسية نقلا عن وكالة رويترز للأنباء. وارتفعت حصيلة الوفيات في ألمانيا إلى 55 وفقا لما ذكرته قناة سكاي نيوز عربية الإخبارية. كان عدد الحالات الإصابة بالفيروس في ألمانيا تجاوزت أمس السبت 20,000 حالة. وقالت وزارة المالية الألمانية نحتاج إلى 150 مليار يورو إضافية لتلبية الاحتياجات الطارئة الناجمة عن الفيروس. وأعلنت حكومة أكبر ولاية ألمانية بافاريا فرض عزل شامل يتضمن تقييد تحركات المواطنين بشكل جذري وتقليص الأنشطة الاجتماعية في الولاية إلى مستوى الصفر تقريبا.